مهمة في حياتنا لأنه مواقف وأحداث وذكريات سعيدة وتعيسة مؤلمة ومفرحة بنمر بيها في حياتنا وبتسجلها الصورة. هنتكلم عن فن التصوير الفوتوغرافي مع المصور اللي منورنا النهاردة في الاستوديو أحمد قاسم. أحمد صباح الفل. صباح الفل عليك. منورني. وايه الاخبار؟ زي الفل الحمد لله. من الاول بقى خالص يا احمد، بدات ازاي في المجال ده؟ والله هو المجال ده اصلا انا مش مجالي ولا كان دراستي خالص، انا خريج نظم معلومات. بس انا بحب التصوير، فجي عليا فتره خلاص ما بقاش قدامي اي حاجه غير ان انا اعمل اي حاجه انا بحبها وان انا اكمل فيها يعني وكده. طبعا انا لما بدات في التصوير ما كانتش بالنسبه لي شغل خالص، كانت بس يعني جاست حاجه انا بحبها بعملها مع اصحابي في اي مكان بنروحه. طبعا الكلام ده هي بدات كده بس لغايه بقى طبعا ما مشيت ورا الموضوع درست. طيب هو في الاول طبعا هي التصوير عامه بيبقى قبل الدراسه بيبقى موهبه تمام، بس انت طبعا لازم عشان يبقى الموضوع بالنسبه لك بروفيشنال اكتر ان انت طبعا لازم تنمي نفسك مثلا كورس مثلا لايتنج، كورس في التصوير اصلا الاضاءات. طبعا الحاجات دي كلها مهمه بتساعدك بالذات لو انت يعني هتشتغلي في الموضوع، مش هيبقى جاست موهبه عندك وبتعمليها وخلاص. لكن الدراسه فادتك يعني طبعا صح طبعا بكتير من الهواية. طبعا بتفيدك يعني على الاقل ثقافه الهوايه. يعني عامه بتبقى ثقافه برضو ان انت تبقى عارفه اللي انت مثلا بتعمليه ده بداياته ايه يعني ايه فايدته مثلا، الحاجات دي كلها طبعا كل ده بتعرفيه طبعا من الدراسه طبعا. طيب هو دلوقتي بقى في مصورين متخصصين اكتر، يعني مثلا مصور متخصص لحفلات الزفاف بس. تمام. انت بتصور حفلات زفاف بس ولا انت بتصور كمان يعني مناسبات تانية؟ بص يعني هقول لك على حاجه، هو عامه المصور ممكن يصور اي حاجه تمام، بس التخصص بيبقى طبعا حلو. فطبعا انا يعني يعتبر ان انا اتخصصت او الفتره دي بس متخصص في تصوير الزفاف زي ما انت قلتي. بس هو ما بيبقاش تصوير الزفاف يعني كحاجه روتيني شويه. لا دلوقتي طبعا يا احمد الزفاف اتكسر، موضوع تصوير الزفاف اتكسر خالص بحاجات كتير كده. جدا. يعني العروسه احيانا بتتصور قبل طبعا بيبقى الفرح بفتره كمان عشان مثلا الصوره اللي بتحطها او الدور كده يوم دي بتبقى الصوره بورتريه اللي مثلا بتحطها مثلا في المدخل بتاع القاعه بتاعتها، في المدخل بتاع القاعه والناس تقعد تنزلها. وبعدين هي احيانا كمان بتبقى حابه تعمل صور كتير عشان تحطها برده في مدخل القاعه وحاجات كتير ممكن تطلب منك. بيتصوروا ليله الحنه مثلا ان انت تصورها. لا هو كمان مش بيبقى ليله الحنه، هو موضوع مثلا ان احنا بنعمل تصوير بيبقى اول دور يعني تصوير خارجي قبل مثلا الفرح حسب ما بنظبط مع العروسه والعريس الوقت وكده. بنعمل تصوير اول دور علشان مثلا تحطي الصور زي ما انت قلتي مثلا في بدايه القاعه كده، او في ناس طبعا دلوقتي بقت بتعمل لها فيديو تعرضه في وسط في البريك مثلا بدل وانت كمان الناس بتاكل كده طبعا ده بيبقى يعني بصراحه ده بيبقى سبيشال اوردر مثلا لناس معينين ان هم عايزين يعملوا فيديو كليب للصور بتاعتهم. وفي ناس طبعا بتاخد الصور بس جاست تحطها على الفيسبوك والحاجات دي، وبتبقى طبعا ذكريات طبعا حلوه قوي ان هي قبل الجواز طبعا. فاهم قصدي؟ انت بتفضل تشتغل الافراح الاوت دور ولا الافراح في قاعات مغلقه احسن؟ هو طبعا الاول دور بيبقى فيو بيبقى اقوى بصراحه، وبالذات انت الناس لو بتعمل اول دور فبيبقى الفرح بيبقى فتره الصبح بيبقى فيه شمس طبعا والكلام ده طبعا بيفرق في الصور، بتبقى اقوى طبعا. بتفرق تماما. بس انا هسالك سؤال خاص بموضوع الاوت دور ده، بس اخد ايمان على التليفون ونرجع نكمل. اتفضلي. الو يا ايمان. مساء الخير. مساء الخير، اتفضلي. ازيك يا هند، اخبارك ايه؟ الحمد لله انا كويسه، انت كويسه؟ الحمد لله. اتفضلي احمد بعد اذنك. طبعا تمام. استاذن حضرتك انا كنت عايزه بس اعرف هو كمصور هل التصوير بالنهار ولا بالليل بيبقى احسن، يوضح الصوره اوضح؟ وكمان كنت عايزه اسال هل ان انا اتعلم تصوير، لان ده كان نفسي قوي من زمان ان انا اتعلم تصوير، هل ممكن ده سهل ولا لازم انا عندي استعداد، ولا هل لازم يكون موهبه او من الصغر؟ هل في سهوله ولا في صعوبه في الكلام ده؟ حالا يا ايمان هنجاوب على كل اسئلتك، بشكرك جدا. باي باي.
هي ايمان صح؟ أه. كانت عايزه تعرف الاول التصوير الصبح احلى ولا بالليل؟ طبعا انا لسه قايل دلوقتي ان موضوع الصبح بيبقى اقوى علشان الفيو. طبعا ان انت هتصور الصبح فانت بتستخدم الشمس، السماء، لو مثلا في على بحر، كل الفيوهات دي طبعا بتفرق. بالليل بيبقى شغل تاني، بيبقى كله لايتنج والكلام ده. طبعا برضو بنعتمد طبعا على الفيو برضو اللي وراهم. بس طبعا الصبح طبعا بيبقى اقوى يعني. قولي بس شغل الاضاءه بيتوظف بطريقه مثلا اقوى او افضل بالليل؟ هو طبعا بالليل هو بيبقى هو التصوير عامه بالليل بيبقى اصعب من الصبح، لان بالليل زي ما انت عارفه بيبقى فيه لايتنج والكلام ده. وده طبعا دلوقتي عشان الشغل يطلع بروفيشنال قوي بقينا. الاول طبعا كنا بنبدا لوحدنا كمصور، بتروح لوحدك بتعمل كل حاجه. دلوقتي عشان يعني تبقى بروفيشنال اكتر بتجيب ناس متخصصين في اللايتنج بس عشان الصور تطلع بروفيشنال. بص في نزلت صوره هي علالي عليها مش شايفه قوي. الصوره دي كانت طبعا ده اول دور زي ما انت شايفه، والصوره دي الصبح. زي ما انت شايفه طبعا مستخدمين هنا الخلفيه في الشجر والالوان بتاعت الشجر والسماء والحاجات دي. فدي هو طبعا بس انا ما شفتش، هو العريس مش باص اصلا للعروسه. هو العريس مش هو العريس سرحان خالص. هو العريس سرحان مش سرحان في السماء وهي اللي بتتصور. هي اللي بتتصور. حلو جدا الافكار الغير تقليديه. طب قول لي بقى لما بتجيلك يعني بيجيلك اتنين اهو خلاص فرحهم قرب وعايزين يتفقوا بقى على الصور، قول لي انت بقى يعني بتتكلم معاهم تطلع من دماغهم افكار جديده، افكار مجنونه عايزين يعملوها؟ بصي هو في ناس بتجيلك مجنونه جاهزه وفي ناس انت وفي ناس انت طبعا يعني بتحاولي معاهم بتعمل مجهود شويه معاها عشان بس هي تقدر العروسه تفهم ان لازم تعمل كده عشان الصور تطلع زي ما متخيله، تكسر الروتين. بالظبط كده. كان في صوره كمان نزلت كان في صوره هي اتنين قاعدين في ظهر بعض وباصين لبعض صح؟ هي دي تقريبا انا شفتها. طب انت بقى كاحمد بتفضل تصور الصبح ولا بالليل؟ هو طبعا الصبح. طبعا الصبح لان زي ما قلت لك بيبين شغلك. البوزيشن اللي انت بتحطيهم فيه كل ده بيبان طبعا مع يعني اللي بيساعدك الاضاءه بتاعت الطبيعه اكتر ما انت بتستخدمي اضاءات طبعا بالليل. طب ايمان كمان سالت سؤال مهم جدا، هي بتقول ان هي بتحب التصوير زيك كده بالظبط. هي عايزه تعرف هل في كورسات مثلا تقدر تاخدها؟ طبعا. هي برضو سالت ان لازم هي اصلا يكون عندها موهبه ولا لا. هو ده هيفرق معاها بعد ما تاخد الدراسه، هيفرق طبعا ان هي اصلا موهوبه ولا هي بس عشان بتحب التصوير فعايزه تتعلمه من الاول. يعني بالظبط نفس الفكره كده. ان هي مثلا زي اللي بيلعب كوره، هو اصلا حريف ولا رايح متعلم؟ بس دي كل القصه يعني. كمان بنوه ان ارقام تليفونات احمد نزلت على الشاشه دلوقتي لاي حد حابب يتواصل مع احمد ويساله اي اسئله بقى تخص التصوير. طب بص بقى عايزه اتكلم عن الكاميرات، لان انا بشوف الكاميرات دلوقتي بقت يعني مختلفه عن زمان. بس اخد حنان الاول على التليفون واسالك على الكاميرا. الو الو صباح الخير. صباح الخير يا حنان، اتفضلي. ازيك انتي؟ كويسه الحمد لله تمام. اتفضلي. كويس، فرصه ان احمد موجود. ازيك يا احمد الاول؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. دلوقتي انا فرحي كمان شهر بالظبط، فكنت عايزه اعرف لو كنت عايزه اعمل فوتو ستيشن تصوير خارجي ايه اللي ممكن احضره للتصوير؟ انت بتطلب مني حاجه مثلا ممكن اعملها؟ تمام. ايه المطلوب بالظبط؟ مبروك يا حنان، عزمينا. وقول لي بقى رقم تليفوناتك عشان اجيبك معايا في الفرح. اوكي. حالا الارقام نزلت حالا على الشاشه. بشكرك جدا يا حنان. باي باي. يا حنان صراحه سالت سؤال مهم جدا، وده برضو حاجه انا كنت حابب ان انا اعرفها النهارده للناس. الاستعدادات اللي هي قبل الفرح بتاعها. دلوقتي اي حد بيخش على الفيسبوك مثلا بيفتح اي بيج بتاعت فوتوغرافر بيتصور على الصور، قصدي بيتفرج على الصور. سوري. بيتصور على الصور. لا هو بيتفرج على الصور كل اللي بيدور في دماغه ازاي الصور دي اتعملت وايه هو يعني الناس دي عملت ايه عشان الصوره تطلع كده. طبعا الكلام ده كله زي ما حنان كده بتقول ايه اللي ممكن تعمله. لا احنا بنعمل يعني هي حنان لما خلاص عايزه تحجز فرحها مثلا بعد شهر بنعمل ميتنج كده صغير بنقعد نتكلم فيه هي عايزه تعمل ايه
المود بتاع الصور بتاعها هيبقى عامل ازاي، رومانسي اكتر، في حاجه فاني، حاجه اكشن، الحاجات دي كلها طبعا احنا بنظبطه مع بعض. الوقت برضو بنظبطه ان احنا هنعمل مثلا تصوير او الدور قبل مثلا الفرح بتاعها مثلا باسبوعين. ايه الصوره دي؟ هم شايلين العريس ومطيرينه كمان في الهواء ولا ايه؟ بالظبط كده. هم بيرقصوا طبعا، صحابه شايلينه وحاطينه في الهواء. والحلو كمان في تصوير الافراح ان انت تنقي اللحظه اللي هي فيها حاجه مختلفه. طبعا صح؟ طبعا لازم طبعا يكون عندك سرعه في يعني ان انت تاخدي الشوت في الوقت المناسب طبعا. صح. طبعا على فكره الثانيه بتفرق في الموضوع ده طبعا. خلاص ممكن خلاص الشوت اللي انت عايز تاخده خلاص راح. طب اخد الاء على التليفون. اتفضلي. الو. الو. ايوه الاء، صباح الخير. صباح النور. اتفضلي. لو سمحت انا كنت عايز اسال احمد. هو طبعا معاكي، اتفضلي. ازيك يا احمد؟ ازيك يا الاء، عامله ايه؟ هو انا عارفك معرفه شخصيه اصلا، فعشان كده عمري سالتك السؤال ده. ايه؟ ما سمعناش يا الاء، بتقولي ايه؟ هو انا عارفاك شخصيا اصلا بس انا عمري ما سالتك السؤال ده. ماشي اتفضلي. اساليه. احمد، هو انا مثلا لو انا عايزه الكاميرا تطلعني بشكل احلى. تمام. هو انا دي عليا ولا عليك؟ انت ممكن تعمل كده؟ بصي انا بقى هسال السؤال ده بطريقه ثانيه لان السؤال ده يعني بيحيرني جدا. بشكرك يا الاء. بص دلوقتي فعلا انا احيانا اروح اتصور اطلع شكلي وحش جدا في الصور. تمام. احيانا تانية اروح اتصور يطلع شكلي حلو جدا. فانا مش فاهمه هل ده على المصور ولا ده في جزء كبير جدا عليا، بمعنى ان انا لو مثلا انا مودي مش حلو النهارده وانا رايحه اتصور، لو انا مكتئبه شويه، لو انا اصلا مش مرتاحه للمصور اللي بيصورني. لا هو اكتريا بيبقى على المصور. تمام. لان كمان بعد الصوره، لان في ناس مثلا بتروح بتتصور الصوره بتتفاجئ ان الصوره فيها حاجات مش فيها، يعني مثلا او وشها ملعوب فيه او الكلام ده. انا ما بحبش ابدا كده مغير شكل المناخير. هو ده بيبقى على المصور او على الديزاينر اللي شغال في الصوره بيعمل فيها ايديت بعد ما. بس انا برضو لما سالت في النقطه دي قالوا لي انه راحتك انت النفسيه في اليوم ده. طبعا. لا ما هو انت هتعملي فيه فوتو سيشن ده مهم جدا. بالظبط كده. عشان يا اما انت ممكن يكون عضلات وشك مشدوده لان انت متضايقه متوتره كذا، فتطلع كمان الصوره مش حلوه. ايوه صح طبعا. لازم تكوني انت اصلا مرتاحه نفسيا، واكيد وانت رايحه تتصوري ما بتبقيش يعني منكده على نفسك. لا انت رايحه تتصوري بيبقى متنكد بقى. لا بس هو طبعا انا برجح رايح يتصور يعني لازم موده يبقى تمام. بالظبط طبعا. طب بصي يا احمد، الكاميرا بص مش قادره اصلا اشيلها، تقيله جدا. ماشي. عايزه اعرف ليه الكاميرات دلوقتي بقت تقيله، وهل يعني الكاميرا التقيله دي بس هي ينفع يستخدمها المتخصص؟ يعني انا ما ينفعش اصور في العادي بكاميرا زي دي؟ لا هينفع. بس هو يعني لا ولا ينفع؟ لا هو يعني ينفع، بس طبعا مش هتطلع زي ما بروفيشنال زي مصور متخصص. لان الكاميرا دي الاول كاميرات في منها الكاميرا اللي هي بتبقى عاديه خالص، في حاجه اسمها سيمي بروفيشنال دي اللي هي قبل البروفيشنال، وفي بروفيشنال. اوكي دي بروفيشنال طبعا. دي طبعا بروفيشنال. فاهماني؟ الكاميرا عامه بيبقى فيها كذا. عايزك تشرح للناس برضه. هي الكاميرا عامه عشان بس الناس اللي بتتخض، ده كل ده زوم. ده الزوم دي العدسه نفسها. اوكي طبعا هو كبير. ودي العدسات بقى احجامها بتتغير كمان؟ طبعا. طبعا في عدسات كتير وفي يعني دي بس انا بستخدم العدسه دي مثلا عشان انا متخصص مثلا في تصوير الويدنج. فدي مثلا بتساعدني انا كمصور ان هي الصور الزفاف بالعدسه دي بتبقى كويس. تمام. كاميرا بس زي ما انا بقول لك دي كل دي العدسه. ده بيبقى المود اللي انت هتصوري عليه، مانيوال ولا مثلا شويه اوتوماتيك او اوتوماتيك كله. تمام. انت طبعا عشان انت اول مره تمسكي الكاميرا وهتصوري طبعا اوتوماتيك، يعني بتعمليها كده وتدوسي على الزرار وخلاص. بس كده. انت بتقولي هي تقيله. لا ليه تقيله؟ لا هي مش ليه تقيله، هو القصه ان زمان طبعا الكاميرات التانية ما كانش فيها التقنيه دي. زمان بس كان كل الفكره بتعتمد على الفيلم اللي بيتحط فيها وكده. طبعا الكاميرات دي ده ايه ده بقى؟ فرح شياطين ده؟ دي عروسه طبعا وعريس، ودول البرايت ميد صحابها. بس لابسين غريب قوي وانا مش شايفه احمر. لا هم لابسين كلهم اول مره اشوف المعزال دونير يلبسوا احمر. ده بيبقى اختيار العروسه طبعا.
هي العروسه طبعا بتختار معاهم. اه طبعا الاكسسوارز دي هم اللي طبعا الماسكات والحاجات دي كلها هي اللي بتجيبها هي اللي طبعا، بتجيبها. حسب برضو ايه الطقم اللي هي جايباه والحاجات دي. تمام. بس كنت عايز بس اقول لك ان الكاميرات دي تقيله قوي كده عشان طبعا التقنيه اللي فيها غير زمان. كل ما التقنيه يعني بتبقى عاليه كل ما الكاميرا بتبقى مش شرط ان هي تبقى، مش الموضوع مش موضوع وزن، هو بس القصه كلها ان الكاميرا دي مثلا كبيره كده عشان في هنا شاشه فوق دي بتبقى اسيستنت للمصور اللي ماسك الكاميرا، غير طبعا الشاشه اللي هنا دي اللي هي بيتعمل فيها الصوره ونشوف بالظبط كده. طيب عايز اسالك عن الفوتوشوب وقد ايه انت ممكن توظف الفوتوشوب كبرنامج عشان يخدم الصور اللي انت بتعملها. بصي هو عامه مصورين البروفيشنال قوي يعني ما بيستخدموش الفوتوشوب قوي، يعني بيستخدموه بس هو لازم اوريدي لازم هتستخدميه. اوكي. بس مش زي مثلا الاستوديو يعني التصوير الاوت دور بتستخدمي فيه بس يعني شويه حاجات كده في الفوتوشوب مش كتير عشان ما الاستوديو بيلجأ للفوتوشوب يمكن اكتر. طبعا الاستوديو طبعا عشان هو اصلا اندور مفيش ورا اي باك جراوند طبيعي، هو طبعا بيديك موجوده اصلا حلوه يعني هو بيصورك صوره وراكي مثلا اي باك جراوند ساده مثلا في شجر نجوم مثلا. لا عادي ممكن ياخدك يحطك في باريس مثلا هو بياخد شخصيه بس. لا عايزه اقول لك ما بحبش ابدا الصور دي بقى ومحطوط في هو ده الاندور، ما هو ده الفرق حلوه ابدا. ما بصي هو ده الفرق بين الاندور والاوت دور. اوت دور انا بعتمد على ايه؟ على الباك جراوند الطبيعيه. الفيو بالظبط. لكن الاندور طبعا زي ما انا قلت لك هو بيحط وراكي خلفيه ساده ايا كان لونها ابيض اخضر ازرق، وهو طبعا بيحط لك هو الصور اللي على مزاجه يعني المكان معين بس. دي صورة طبعا دي عروسة ودول صحابها عادي الصورة كده بس دي يعني العروسة اللي في النص؟ العروسة اللي في النص المحجبة ودول صحابها. دي بتتصور في العادي يعني قبل الفرح صح؟ لا دي جوه الفرح هما بيرقصوا والله مش لابسة فستان فرح. لا ما دي كانت خطوبة مش فستان مش فرح بس. طب اخد ريهام. الو يا ريهام. الو ايوه صباح الخير. صباح النور. اتفضلي احمد معاكي. ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا ريهام عامله ايه؟ انا عايزه اسالك سؤال يعني على البرايد ميد ده، انا مش عارفه هو يعني الحاجات اللي لازم ان انا اعملها البرايد ميد دي هتبقى عباره عن ايه يعني، وعندي واحده صاحبتي لسه هتتجوز جديد فمش عارفه ايه الحاجات الجديده اللي ممكن اخليها تعملها غير البرايد ميد، غير ان احنا كلنا نعمل برايد ميد، ممكن تبقى في افكار ثانيه ايه؟ تمام اوكي. بشكرك. انت اللي بتشارك في الافكار ولا بتسيب العروسه بقى تنطلق؟ لا هو طبعا انت اللي يعني ما انا بقول لك احنا لما بنقعد نتكلم بنشوف العروسه مثلا دماغها ايه، فطبعا انت بتعرضي عليها افكار. طبعا اللي انا بقوله لك ده كله ده شغل ده لسه بقاله فتره معينه بس اللي بدانا نعمله ان احنا نقعد ونتفق هنعمل ايه. طبعا هي باخد منها افكار وهي كمان بتقول مثلا فكره، طب انا هي بتبقى مثلا شافت صور عايزه تعمل زيها، فانا مثلا بقول لها لا بلاش نعمل زيها احنا ممكن نطلع حاجه جديده، فاهمه؟ فالكلام يعني معايا مشاركتكم ده بالظبط ده اللي بيطلع الافكار المختلفه طبعا حسب الدماغ. ده فلاش ولا ايه؟ ده فلاش وده فلاش برضه والله بس ده في كاميرات اصلا بيبقى فيها الفلاش. يعني هنا انت في اضاءه الاستوديو لازم يعني هي الاضاءه بالنسبه لك كويسه ولا؟ هي الاضاءه هو انت طبعا انت بتظبطي الكاميرا حسب الاضاءه اللي حواليك. تمام. ده طبعا بيساعدك ان لو عامة بنستخدمه بالليل عشان بيبقى طبعا الاضاءة ضعيفة فطبعا انت بتستخدمي الفلاش ده. في كاميرات اصلا بيبقى فيها فلاش نازل فيها اوكي زي كده مثلا. ده الفلاش بس البلاستر. بس انهي افضل الكاميرا اللي هتركب لها فلاش ولا اصلا اللي هي موجود فيها اوريدي؟ لا هو بصي بصراحه انا طبعا الفلاش الاوت ده انا متخصص اكتر. طبعا صح. ولو الاماكن مثلا اللي هتصور فيها ما فيهاش اضاءه كويسه ضلمه قوي ده على طول بقى ده طبعا هو ده اقوى طبعا يعني ده اقوى وكمان بيبقى فيه التحكم في لوحه تحكم تحت اهي الزراير دي. ده طبعا الزراير دي كلها ما حدش يعرف طبعا يستخدمها غير الفوتوغرافر بتاعه بالظبط. في انا ممكن احطه في الكاميرا واصور كده مثلا لو صوره مثلا بورتريه صوره شخصيه مثلا زيك انا ممكن احطه في الكاميرا كده واصور. وممكن كمان اوصله بالتريجر. التريجر ده بيخلي الفلاش اوت وبيبقى بيتوصل عن الكاميرا ايه وايرلس. تمام يعني فاهم قصدي؟ يعني ممكن مثلا احط هنا كده
هو العريس طلع على الشجره اهو. العريس ده كان فوتو سيشن في السخنه، والعريس طلع لها على الشجره. طبعا هي مش هتعرف تعمل زيه، فهي متغاظه فواقفه تحت بقى حاطه ايديها في وسطها ومتغاظه. تمام. طيب عايزه اعرف برضو يعني لو انت هتصور خارجي واليوم مثلا يعني مغيم زي ما بيقولوا، طلعت وبعدين فجأة حظهم بقى كده يعملوا ايه؟ اليوم مغيم. هنصور لازم هنصور. انت متخصص لازم هتتصور. لا هو بصي، هو لو ده يوم الفرح نفسه، لو ده التصوير اللي قبل الفرح على طول لازم هنصور، لان ده يومها وهي طبعا لابسه الدريس وهو لابس البدله بتاعته، فلازم تتصور. طيب. لكن لو يوم اللي هو اول دور مثلا قبل الفرح ممكن نأجل اليوم، مفيش مشكله. يعني خليه تاني يوم قبلها بيوم حسب. طب احمد، انت كمصور دايما كده الفنان ده بيبقى احيانا موده هو اللي بيكون مسيطر عليه، بمعنى ان هو صاحي النهارده متضايق، هو مش عايز يشتغل بالظبط خلاص، مش عايز يمسك كاميرا، مش عايز يبص لحد. انت عندك الموضوع ده ولا لا؟ ما بتسيبش مودك يسيطر على شغلك؟ لا هو طبعا الشغل شغل. حتى لو انت زعلان او في ايا كان، اهم منك الناس اللي مستنياك حقيقي. بالظبط، لان الناس دي يعني اعتمادها كله على الفوتوغرافر اللي جاي الفرح. دلوقتي كمان موضوع الفوتوغرافر ده بقى زي مثلا يعني ناس مستنيين مطرب جاي الفرح، فاهمه قصدي؟ طبعا مهم جدا. طبعا عايز اسالك كمان. اتفضل. لا انا مفيش، كنت بس عايز اقول لك ان اصلا عند اهم حاجه عند العروس والعريس دلوقتي الصور بتاعتهم، لان هي دي طبعا بتقعد بعد الفرح، هي الذكريات كلها والناس جايه. فطبعا انت هتصحى بقى مقريف مش عايز تروح الفرح، الناس بلاش تيجي احسن. طيب مين معايا التليفون؟ مين؟ مريم. الو يا مريم. ايوه هند، ازيك؟ صباح الخير يا حبيبتي. عامله ايه؟ اتفضلي. الحمد لله كله تمام. اتفضلي. بكلم احمد. مايك وقع بس من خضتي من فرحتي بيكي يا مريم، والله المايك وقع. ميرسي، ربنا يخليكي يا هند. الله يخليكي. اتفضلي. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ تمام الحمد لله. ازيك؟ احمد، انا دلوقتي لسه مخطوبه جديد وعايزه اعرف بقى، مش عايزه اصور مع خطيبي في فرح او كده، عايزه اصور في مكان تاني، فيو تاني، مش عارفه اتصور ازاي، طريقه التصوير عامله ازاي؟ طيب اوكي ماشي، هرد عليها. بشكرك جدا يا مريم. باي باي. هو انا لسه قايل الكلام ده، ان احنا طبعا هي لما بتيجي تحجز، ان هي مثلا بتيجي تقول لي انا فرحي مثلا يوم كذا، فاحنا بنتفق ان احنا هنعمل تصوير قبل مثلا الفرح، انت عايزه كده ولا لا؟ في ناس بتبقى عايزه تعمل تصوير قبل فرحها، وفي ناس بتحب ان هي تصور يوم الفرح بس. وفي ناس طبعا بعد الفرح بتبقى عايزه تصور برضه، فاهمه قصدي؟ فده بيرجع لها هي، طبعا ده بيبقى اختيارها الشخص. بالظبط كده. عايز اسالك بقى على علاقتك انت الشخصيه بالكاميرا، بمعنى انه انا يعني انا خريجه معهد سينما، واعرف انه يعني الناس اللي كانت الطلبه بتوع قسم تصوير بيحبوا جدا حاجتهم، بيحبوا كاميراتهم دي كانها مراته. بالظبط كده. يعني انا افتكر يعني واحده صاحبتي كنت مثلا اجي وريني كده الكاميرا بتاعتك دي عامله ازاي كده، ما تحبش ابدا تبقى خناقه انه ما ينفعش. وتلاقيها على طول معاها في اي حته. اللي هو كانه بنتها، كانها يعني. ايه علاقتك بالكاميرا؟ بصي انا هقول لك، طبعا الكاميرا ما بتفارقنيش. لازم معايا في اي حته اروحها، لان ممكن طبعا زي ما انت عارفه المصور بيبقى عايز اي حاجه بتحصل قدامه ممكن ياخد لها في اي وقت. في اي وقت طبعا. يعني انت ممكن تبقى في البلكونه كده في يوم، بعدين تشوف موقف غريب جدا بسرعه تجري على الكاميرا وتلقط الموقف. طبعا. ما هي معاكي بقى على طول، فاهمه؟ بعدين اصلا المصور بيحب كاميرته، فاهمه قصدي؟ بس الموضوع بقى ان انت صاحبتك مش عايزه تديكي الكاميرا دي، صاحبتك بتخاف بقى على كاميرتها، مش مشكله بصراحه. لا ما انت سبتني الحقيقه، كنت كريم وسبتني امسكها عادي. لا عادي بصراحه. استغربت، انا قلت انت اكيد هتقولي طب معلش انا همسكها. لا بقى انت جايباني في برنامج بتاع طيب خلاص. بعد البرنامج مفيش حاجه اسمها تمسكني. طيب ايه، كلمني بقى عن اغرب المواقف اللي انت تعرضت ليها، واكيد طول الوقت ده انت في فرح اكيد في مواقف غريبه. كلمني عن اغرب المواقف اللي تعرضت ليها وانت فاكرها بقى لغايه دلوقتي مش هينفع تنساها ابدا. لا هو موقف واحد اللي حصل لي صراحه، يعني ما فيش مواقف وحشه، او ممكن موقفين بالكتير قوي. تمام. اول موقف كنت بصور واحد، يعني كنت رايح شغل اصلا وشفت هناك واحد صاحبي وخطيبته، انا اعرفهم يعني.
فقالوا لي تعالى ننزل ايه نتصور تحت وكده، فنزلنا تحت. سبت الفرح يا احمد. سبت الفرح ونزلت اصورهم، ويا ريتني ما نزلت عشان صورتهم اول صوره حلوه تمام، برجع بظهر رحت وقعت في البسين. ابيض. وقعت بقى، بس مش كلي طبعا. عجيب. طبعا البنطلون بقى لحد تحت كده. طب والكاميرا مش مهم. لا، ما اهم حاجه الكاميرا، مسكتها فوق طبعا. ما حصلهاش حاجه. لا الحمد لله، هي الكاميرا اهم مني بصراحه. وفي كاميرات كمان بتصور تحت الميه صح؟ طبعا. اي كاميرا ممكن تصور على فكره تحت الميه. دلوقتي نزلت في حاجات، يعني في بيبقى بوكس كده، ده بيحمي الكاميرا وتصور ان هي تخش لها اي ميه خالص. وفي بقى اصلا كاميرات متخصصه في تصوير تحت الميه بس. انا شفت كمان صور العروسه وعريس مصورين تحت الميه، وكانت طبعا تحفه طبعا. هو القصه مش في الكاميرا بقى، القصه فين العروسه والعريس اللي عندهم الجرأه. عندهم الجرأه. بالظبط. الناس تقليديه مش حابه ده. بص الصوره دي طبعا. ايه العريس ماله؟ ايه اللي حصل له؟ ده هم بيرقصوا صحابه شالوه من رجليه، وطبعا الكاميرا كانت في الارض هو نازل الكاميرا بدماغه. عشان كده شكله غريب. بالظبط. الكاميرا تحت وهو ما هو بقى شايلينه بقى، شايلينه من رجله ودماغه هي اللي تحت. بالظبط. ما هي دي بقى اللقطات ده اللي انا قصدي عليه، الغريبه اللي هي يعني هتاخد اقل من ثانيه. على فكره عامه الصور اللي انت ما بتبقاش مرتبه لها بتبقى احلى. يعني وانت جوه الفرح بتاخدي مثلا شوت كده، ده انت مش مثلا هي العروسه مش واخده بالها الكلام ده. انا اعتقد ان الصور دي بتبقى احلى، ان هي مش انا مش بتصور، فاهمه؟ مش الناس بقى اللي واقفه تتصور بالظبط كده. الموضوع بيبقى فيك اكتر، يعني لما هي بتبقى واخده بالها فعلا مش بيبقى لطيف. طب احمد الحقيقه كان يعني نفسنا نقعد معاك وقت اطول من كده، عشان بقى يعني تعلمنا ازاي نصور بشكل متخصص. طب في اقل من ثانيه ايه عايز تقول ايه؟ مفيش، ممكن اصورك بقى صوره كده طبعا للذكرى. ده اكيد هنتصور. في اقل من ثانيه قول للناس نصايح كده سريعه جدا يعملوا ايه عشان الصوره تطلع حلوه. بصي، هو انا ممكن اقول للناس بس ان اهم حاجه التحضير قبل الفرح. التنظيم يعني قبل فرحها هي تنظم كويس قوي هي عايزه تعمل ايه. ما تسيبش كل الموضوع على الفوتوغرافر بس، علشان يبقى الموضوع طول ما هو منظم طبعا الصور بتطلع احسن. اشكرك جدا احمد قاسم، نورتنا. وهنتصور طبعا اكيد. خلاص بشكركم مشاهدينا، خلصت حلقتنا وبكره في نفس الميعاد حلقه جديده وفريق عمل جديد. خليكم دايما على شاشه العائله بيضاء. اللي يهمكم اخباره مرصوده على دانتيل، مكياج وذوق وديكور ورجيم ويا اناقه وكلام جديد مش قديم عالجمال والرشاقه. بس انتوا تابعوا شوفوا كل يوم، شوفوا دانتيل. لو عايزين تعرفوا اخبار الموضه شوفوا دانتيل. كل اللي يهمكوا اخباره مرصوده